بيبدأ فيلمنا بشخص اسمه راي، واللي بيبقى ماشي بالعربية ومعاه عيلته، وبيكون بينه وبين مراته شوية مشاكل، واللي بتبقى عمالة توبخ فيه وإنها كمان عايزة تنفصل عنه، لكنه بيحاول يراضيها ويظبط الأجواء بينهم، وبتقاطعهم بنتهم وبتعرفهم إنها عايزة تروح الحمام، فبقولها إنه هيقف عند أول استراحة يقابلها، واللي بيوصلوا فعلا وبينزلوا من العربية، وبعد ما بيشتروا الحاجات اللي عايزينها بيرجعوا تاني، لكن بنتهم بتقول إنها نسيت اللعبة بتاعتها، فبتقول أمها إنها هتروح تدور عليها في الحمام، وبينزل راي وبيدوروا هما كمان على لعبتها، وبفضل مشغول بالتدوير على اللعبة لحد ما بنته بتبعد عنه من غير ما يحس بيها، واللي بيطلع لها كلب وبيفضل يقرب منها، وهي بتفضل ترجع وبتنادي على ابوها، واللي بيلف لها وبيشوف الموقف اللي بنته فيه، وبيفضل يقول لها انها ما تتحركش، لكن الكلب بيقرب منها وبيخوفها اكتر، وهي بتحاول انها تبعد عنه لكن في الاتجاه الغلط، وبيكون لسه لها خطوه واحده بس وتقع في الحفره دي، وابوها طبعا ايده على قلب بيحاول ما يعملش اي تصرف غبي ويبعد الكلب بذكاء علشان بنته ما تقعش، لكن الكلب بيفضل يقرب عليها اكتر واكتر لحد ما هو بيمسك طوبه وبيحذر بنته انها تتحرك، وبيقولها انه هيخوفه مش اكتر، واللي اول ما بيرمي الطوبه بيبعد الكلب، لكن بنته بتخاف وبتقع، وبينط وراها على طول علشان يلحقها، وبتسود الدنيا بيه فجأة، وبيسمع صوت بيعتذر له وبيعرفه ان بنته ماتت هي ومراته، وبيفوق راي واللي بتروح لمراته على طول وهي عماله تنادي عليه، وهو بيبقى مش سامع اي حاجه، واللي بتنزل وبتشوف بنتها اللي ماتت وبتنهار من العياط وبتفضل تصرخ، وصاحبنا بيكون مصدوم وبيبقى لا شايف ولا سامع، وبتفضل مراته تصرخ في وشه، ومن صدمته بيزقها وبيبعدها عنه، وخلينا فاكرين المشهد ده كويس علشان بيتبين عليه احداث الفيلم، وبيغمض راي عينه وبيتمنى ان كل شيء يبقى بخير لحد ما بيسمع صوت بنته وهي بتنادي عليه، واللي بيلف وبيلاقيها لسه عايشه وبيفضل يطمنها، وبيرجع النور في وشه من تاني، واللي اول ما بيشيل بنته بتعرفه ان دراعها وجعها، فبيفهم انه مكسور، وبيركبوا العربيه وبيبقوا متجهين على اقرب مستشفى تقابلهم في الطريق، وبيوصلوا فعلا المستشفى، وبينزل راي من العربيه لوحده علشان يخلص اجراءات الدخول، ولكنه بيلاقي مراته وراه، واللي بتقوله ان بنته مش مستحمله وجع ايديها، فبيروح للممرضه، واللي بيفضل يعرفها بحاله بنت وانه عايز دكتور بسرعه، ولكنها بتفضل تقوله انه مش هيدخل الا في دوره، فبيرجع يقعد مع مراته واللي بتتعصب عليه وبتقول له اعمل اي حاجه، وان بنتهم وجعها بيزيد اكتر واكتر، واللي بيرجع مرة تانية للممرضة وبيعرفوا انهم محتاجين لدكتور ضروري، فبتقول له يوقع هنا وانه كده دورهم في الكشف هيجي اسرع، وبيسجل اسمه في الكشف، وبتقول له الممرضة يرجع تاني لمكانه، ولما الدكتور يجي هي هتعرفه، ومراته بتقول ان بنتهم نامت والجو بقى حر عليها، فبتقلعها الكوفية اللي لابساها وبتديها له علشان يخليها معاه، وبيلاقي مراته بتتأسف له وانها ما كانتش تقصد تضايقه، وبتفضل تهزر معاه، وبيعرفها انه وحش الهزار بينهم، وبيندهوا على اسمه، وبيخش يملي شوية بيانات للممرضة، واللي بتسأله شوية أسئلة عادية عن شغله وحياته وكده، وبتقوله إن بيانات تأمينه الصحي أظهرت إن كان في مستفيد سابق باسم أبي مونرو، فبيعرفها إن ده اسم مراته الأولى وإنها ماتت من 8 سنين، فبتعرفه إن في مشكلة في التأمين وإن الخدمات التأمينية ما صلحتش المشكلة دي بعد وفاة مراته الأولى، فبتسأله متجوز مراته التانية إمتى، فبقول لها من 6 سنين، واللي بتبقى هي وبنتها قاعدين معاهم، فبتسأله الممرضة هل هو موافق على تسجيل بنته كمتبرعة بأعضائها، فبترد مراته عليها وبتقول لها لا، والغريب ان الممرضة طول القعدة ما بصتلهاش خالص، وبترد على راي وبتقول انها تقدر تقنعه يغير رأيه لو ادالها شوية وقت تعرفوا بعدد الأطفال على قوائم زرع الأعضاء، لكن مراته بترد برضه بإنها رافضة، فبتسأل عن فصيلة دم بنته، فبيستغرب ليه تسأل السؤال ده وبنته جايه علشان ايديها مكسورة مش أكتر، وبتسأله آخر سؤال وبتقوله هل الحياة في بيتهم أمان، فبيشد معاها في الكلام، لكن مراته بتفضل تهديه وبترد هي وبتقول ان الحياه في بيتهم امان وزي الفل، واللي لما بتخرج بيفضل راي ومراته يتريقوا عليها وعلى اسئلتها الغريبه وبيفضلوا يضحكوا، وبيشوف الممرضه وهي بتهري في الكلام مع دكتوره بره وبيستغربوا طريقتها، ولكنها بتجيله معاها ممرضه واللي بتقوله يروح معاها، وبياخد بنته على كرسي متحرك وبيروحوا العياده، وفعلا بيجي الدكتور واللي بيفضل يهزر مع بنته وبيقول لها تحكي له عن اللي حصل لها، وبعدها بيكشف على ايديها وبيعرف انها لما وقعت دماغها اتخبطت جامد في الارض، فلما بيفحص عينيها بيقول لراي ومراته يجوا وراه وبيقول لهم ان ايديها مجرد كسر وهيخف بسرعه، انما في اتساع في حدقه عينيها عن المستوى الطبيعي، وده ممكن يكون مؤشر بنزيف في المخ نتيجه الوقعه، وبيقولوا ان ده مجرد احتمال لكنه خطير، وبيفضل يرص في الاعراض اللي ممكن تصيب بنت لو ما خدوش الاجراءات اللازمه، واللي لازم تعمل اشعه مقطعيه علشان يتاكدوا ان مفيش اي اصابه داخليه، وبيعرفهم ان الموضوع مكلف جدا، فبيرد راي على طول بيقول له اعمل اللازم وانه مستعد يعمل اي حاجه علشان بنته ومراته، وبيفضل يصالح مراته وبيوعدها انهم بعد ما يخرجوا من المستشفى هيسافروا ويقضوا اجازه حلوه، وبيجي الدكتور ده واللي بيدي هديه لبنته وبيبقى جاي ياخدها للدور الارضي علشان هتعمل الاشعه تحت، وهم رايحين بيعرفهم الدكتور ان الدور ده اكتر مكان محظور في المستشفى وان شخص واحد منهم بس اللي يقدر يروح معاه،
فراي بيقول لمراته تنزل هي مع بنتهم عشان تفضل مطمنه عليها، وهو هيستناهم في الاستراحه. وبيودع بنته اللي بتقول انه بطل وقوي، وقبل ما يسيبهم بيقول لمراته اعتبر الطياره جاهزه وقت خروجك، وبيودعهم. وبيكون راي قاعد في الاستراحه وبيهمس وهو بيقول اعتبر الطياره جاهزه وقت خروجك، لحد ما الشخص ده بيساله اذا كان بخير ولا لا، وانه كان عمال يتكلم كتير وهو نايم. فبيقول له ان هو بخير، وبيدخل الحمام، ولما بيبص في المرايه بيلاقي لزق الجروح على دماغه، مع العلم انه ما كشفش على نفسه نهائيا. وبيرجع تاني لممرضه الاستقبال وبيسالها مراته وبنته قدامهم قد ايه ويخرجوا، فبتساله هل كان سجل الكشف ولا لا، فبيعرفها انه سجل. فبتقول له ان التسجيل ده كان في الشفت الصباحي، وانها ما معاش جدول عمليات الاشعه المقطعيه. فبتطمنه وبتقول له انهم هيخرجوا بسرعه. فبيحاول يقنعها انه عايز يشوف بنته وانها ممكن تكون جعانه وعايز يجيب لها اكل، لكنها بتعتذر له وبتقول له انها ما تقدرش تعمل حاجه. فبقول لها انه عايز يتكلم مع الدكتور جون اللي بيعمل الاشعه لبنته، واللي بتقول له ان الدكتور خلص الشفت بتاعه واكيد انه ساب حاله بنته لدكتور تاني، وبرضه بتطمنه وبتقول له ما يقلقش. وصاحبنا بيرجع يقعد تاني وبيبقى على اعصابه، واللي بتكلمه الست دي وبتعرفه انها شايفاه قاعد من زمان، وبتعرفه ان هي كمان مستنيه جوزها اكتر من 9 ساعات. فبيقلق على عيلته وبيحس ان في حاجه غلط. فبيرجع تاني للممرضه وبيفضل يزن عليها، فبتساله عن اسم بنته، فبيقول لها بيري مونرو، واللي بتقول ان الاسم ده مش متسجل خالص. فبيعرف انه سجل اسمها وبيفضل يدور في الورق، وبتعرف انه مش هيلاقيه لان الشيفت القديم بيتخلص من السجلات دي قبل ما يمشوا، وبيدخلوا الاسماء دي على سيستم المستشفى، واللي برضه مش بتلاقي اسم بنته فيه. وبيعرف انه واثق من تسجيله لاسمها وانهم كانوا طلبوا منه كل المعلومات، واللي ما بيوصلش معاه الحل. وبفضل يشد في الكلام معاه لحد ما بيفقد اعصابه وبينزل دم من الجرح اللي في دماغه. وبلاها ترن على الدور الارضي وتسال اي ممرضه تحت عن وجود بنت عندها 6 سنين في عيادات الاشعه المقطعيه، ويسالهم بس اذا كانوا بخير ولا عايزين يمشوا. فتنبهه الممرضه للدم اللي بينزل منه، وبترن فعلا وبتسال عن مواصفات الطفل. لكن راي بيضرب عينه بره المستشفى وبيشوف عامل وهو بيرمي اكياس غريبه تخص المستشفى، وبيجي في باله بنته وبيقلق لا يكونوا عملوا فيها حاجه. وبترد الممرضه عليه وبتعرفه انه ما حصلش النهارده اي اشعه مقطعيه في الدور الارضي، وان بنته ومراته اساسا مش تحت. وبفضل اسالها ازاي وببقى مش فاهم اي حاجه. فبيدخل مكان محظور والممرضه بتبلغ الامن، وبيفضل راي عمال يدور في المستشفى لحد ما دكتور بيمسكه، وبتدخل ضابط الامن وبيعرفوا انه بيدور على مراته وبنته مش اكتر، لحد ما بيتدخل الدكتور الكبير ده واللي بيحكي له راي عن كل حاجه. فبيحاول الدكتور يساعده ويجيب سجلات الكشف، لكن برضه بيعرفوا ان اسم بيري مونرو مش متسجل في اي كشف. وبيبقى راي هيتجنن لحد ما بيشوف الممرضه اللي كانت معاه هو ومراته وبنته، وبيقول له الدكتور يسالها. وبيسالها الدكتور وبيقول لها انت شفت الراجل ده قبل كده؟ فبتقول له ايوه، وانه كمان هنا من زمان، وانه جه علشان يعالج اصابه في دماغه. فهنا راي بيبقى هيتجنن رسمي، وبيقول الدكتور انه خلاص فهم حاله راي، واللي بيتعصب على الممرضه وبيقول انها بتكذب. وبيحاول الدكتور انه يهديه، لكن راي بيبقى شايفهم كلهم اعدائه وبيتحول عليهم كلهم، وبيفضل يصرخ فيهم وبيسالهم عملوا ايه في عيلته، لحد ما الدكتور بيطلب من الممرضه انهم يدوا حقنه مهدئ، وبيرش ضابط الامن البتاع ده في عينيه، وبتحقنه الممرضه بالمهدئ عشان يعرفوا يسيطروا عليه. وبياخدوه الغرفه علشان يهدى فيها ويعرفوا ايه حكايته. ولما بيجي الامن يكلبشه بيعرفوا انه هدي خلاص ومفيش داعي، فبيقرر انه يسيبه. وبيخرجوا بيسيبوه لوحده في الغرفه وبيقفلوا عليه، وبيقوم راي على طول لكنه بيبقى دايخ وحالته حاله ومش شايف قدامه حرفيا، لكنه بيحاول يمسك نفسه على قد ما يقدر، وبيفتش في اي حاجه حواليه لحد ما بيلاقي علبه فيها حقن مكتوب عليها ادرينالين، واللي من غير تفكير بيضرب اول واحده في رجله وبعدها 2 كمان، وبيبدا الجنون وبيبقى مش فاهم ايه اللي بيحصل في جسمه، لكنه بيحاول يخرج بره الغرفه دي. فبيكسر الازاز وفعلا بيفتح الباب، وبيفضل ماشي في المستشفى ورجله مش شايلاه، وعمال يدور على بنته ومراته على امل انه يلاقيهم، لحد ما بيلاقي الممرض ده واللي كان واخد بنته ومراته للدور الارضي. فبينادي عليه وبيفضل يساله عن بنته، لكن بيكون راجل الامن وصل، فبيجري منه وبيخرج بره المستشفى. ولما بيخرج وراه بيكون راي اختفى ومش بيلاقيه، فبيتكلم في اللاسلكي وبيعرفهم انه هرب، ولو رجع تاني حد يبقى يبلغه. وبيكون راي مستخبي في صندوق العربيه دي لحد ما الامن بيبعد عنه. وانت يا صديقي لو لسه مكمل معايا لحد دلوقتي ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك بالقناه. فبيقوم وبيجري على عربيته، واللي بيلاقي عربيه الشرطه بتظهر قدامه، فبينزل من عربيته وبيجري عليها على طول، واللي بيحاول يستنجد بيهم، وبيبقى في حاله خوف وفزع مش طبيعيه. وبيفضل يقول لهم انهم خطفوا بنته ومراته وحقنوه بماده مخدره، واكيد كمان عملوا كده مع مراته. لكن الضابط بيحاول يهديه وبيفهموا منه ايه الحوار، فبيعرفوا ان بعد ما جه يكشف على بنته خدوها منه هي ومراته، وبعدها بيقولوا له ان هم مش موجودين في المستشفى، وبيقولوا انهم اكيد عملوا فيهم حاجه، وبيحاولوا انهم يخفوا ده، وبيوريهم صورتهم. فبياخدوه بيدخلوا معاه تاني للمستشفى، وبيظهر ضابط الامن واللي على طول راي بيزعق فيه، وبيعرف الشرطه ان ده حبسه في الغرفه. فبتكلموا الشرطيه وبتقول له ايه حوار حقنه المخدر ده، فبيعرفها ان راي كان بيعمل ظهر للمرضى في المستشفى، فالدكتور حقنه بمهدئ.
فبيسأل الشرطي راي وبيقول له فين اخر مرة شفت فيها مراتك وبنتك؟ فبقول لهم عنبر 9. وبقول ضابط الامن انه مجنون، لكن الشرطة مجبرة تروح تشوف العنبر وتشوف الحوار بنفسها. واللي بيدخلوا على الدكتور وبيسألوه عن مرات راي وبنته، واللي بيقول لهم ان راي دخل المستشفى لوحده وكان عايز يكشف على اصابه في دماغه، وبيكدبوا راي وبيقولوا ان بيري اتسجلت، وبيسالوا كمان عن ملفها، فبيقولوا انه مش موجود علشان ما تسجلش من الاساس. فبيسالوا عن دكتور جون وانه كان المسؤول عن حاله بنته، فبيقول الممرضه تتصل بيه، وبتساله الشرطيه عن مكان الاشعه المقطعيه، فبيقول لها انا عامل الاشعه في الدور الثالث. لكن راي بيكدبه وبيقولوا انه عامل الاشعه في الدور الارضي اللي خدوا مراته وبنته فيه. فبيردوا الدكتور وبيقولوا انه مريض وعقله مش سليم، لكن الشرطيه بتصمم انهم ياخدوهم مكان ما راي بيقول لهم، وبياخدهم فعلا على اخر سجلات للاشعه المقطعيه، وبيعرفوا من اخر استخدام للاشعه كان من قبل ما راي يدخل المستشفى اصلا. فبيروح راي للشرطه وبيقولوا مفيش سجلات علشان هم خدوهم في مكان تاني خالص. فبيسالوا الشرطي ليه، فبيقول له انت ادرى، ده شغلك، وانا متاكد انهم عملوا فيهم حاجه. وبتلاقي الممرضه دي ورقه السجلات وفيها اسم راي، ولما بيفكر ان ده دليل بيقولوا الدكتور ان ده اسمك انت مش بيري، لكن بيقطعهم دخول الدكتور جون، واللي بيروح له راي على طول وبيقول له ان هو اللي كشف على بنته وكان المسؤول عنها. والدكتور بيبقى واقف مصدوم من اللي راي بيقوله، وبيردوا بانه فعلا فاكر راي، لكنه دخل المستشفى لوحده وكانت حالته غريبه، وانه قال لهم انه حصل له حادثه عربيه. وبيبقى راي مش فاهم اي حاجه في اي حاجه. وبيكمل الدكتور بانه اقترح عليهم يعملوا له اشعه مقطعيه على راسه، لكنه رفض وصمم يرجع يقعد في الاستراحه علشان يستنى مراته اللي اسمها ابي. فبيسالوا الشرطه عليها وبيقول له مش مراتك اسمها جوان مونرو؟ فبيقول له ان ابي اسم مراته الاولى وماتت من 8 سنين في حادثه عربيه. وبرضه على الدكتور وبيقول له اكيد عرفتوا اسم مراتي الاولى من بيانات التامين، وعاملين الفيلم الهندي ده كله علشان تطلعوني مجنون، واداروا كمان على اللي انتوا عملتوه في مراتي وبنتي. فبتدخل الامن وبقول لهم يا جماعه ما في كاميرات اهي، وهي اكيد هتنفي او تثبت الكلام اللي هو بيقوله. وبيروحوا فعلا كلهم يراجعوا الكاميرات، وبيظهر فعلا راي وبقول لهم ان المفروض وقتها مراته شايله بنت وواقفه وراه في الجزء اللي مش باين في الكاميرا. وبيجيبوا لما كان قاعد في الاستراحه وبيكون لوحده، فبقول لهم برضه ان مراته وبنته قاعدين في الجزء اللي الكاميرا مش جايباه. فبتبدا الشرطه تصدق انه مجنون او مختل، لانهم ما ظهروش في الكاميرا نهائيا ومفيش اي حاجه تثبت انهم دخلوا المستشفى. فبتعصب راي وبيفضل يعيب على نظام المستشفى وبيقول للشرطه تفتشها، لكن مفيش اي سبب يخليهم يعملوا كده، وكمان محتاجين اذن تفتيش. وبيحاول راي يجمع اي دليل يساعده، فبيفتكر الست اللي شغاله في الاستراحه على الطريق في المكان اللي وقعوا فيه، وبيقول لهم عليها على طول، وان الست دي شافتهم سوا. وبعدها بيشوف كوفيه بنته موجوده جنب السرير في الغرفه، وبيفرح جدا انه بقى معاه دليل انها جت معاه. لكن لما الشرطيه بتشوفه بتلاقي عليه دم، فبيقول ان الدم ده منه هو لما وقع في الحفره. وبتجيله الدكتوره دي واللي بتبقى دكتوره نفسيه، فاول ما بيعرف بيقول لها ان هو مش مجنون، فبتقول انها عارفه وانها جايه علشان تساعده. وبتاخده وبيقعدوا لوحدهم، ولما بيتكلموا شويه بيقول لها على كل حاجه بتحصل هم مخططين لها. فبتساله عن اخر حاجه هو فاكرها، وبيبقى مش مقتنع بيها ولا بكلامها ومش مرتاح لها من الاساس. فبتساله عن مراته الاولى وماتت ازاي، فبقول لها في حادثه عربيه. فبتقول ان البيانات اللي في السجل بتاعه بتقول ان هو كان مدمن خمر، وبتساله اذا كان سكران في يوم الحادثه ولا لا. فبيفتكر اليوم ده وبيتعصب عليها. فبتقول له طيب ليه قال لي فريق التمريض انه مستني ابي؟ وبيفضل يبكي ومش عارف يقول ايه، لحد ما الدكتوره بتقول له انه لازم يسمع كلامها وانها مصدقاه وعارفه ان اكيد حصل حاجه لبري وجوان مراته. وبتقول انهم لازم يروحوا المكان اللي حصل فيه الحادثه بتاعت بنته. وبتطلع تكلم دكتور جو وبتعرفوا انه عنده صدمه قويه مستمره من يوم حادثه مراته الاولى، ومن رايها انهم ممكن يلاقوا بنته ومراته في مكان الحادثه الاخيره. وبيروحوا على هناك على طول وبينزلوا للمكان اللي كانوا وقعوا فيه، ويلاقوا دم كتير مكان وقعت بنته. وبيقول لهم ان الدم ده منه هو، لكنهم ما بيصدقوش لانه دم كتير. واللي بيقولوا ان ده بقى مسرح جريمه، وراي بيبقى هو المشتبه فيه، وراي بيبقى بيفقد اعصابه. وبيقولوا انهم هم اللي حطوا الدم ده وبيتهم اي حد. وبتيجي الدكتوره وتساله لتاني مره عن ايه اللي حصل قبل اخر حادثه، فبيقول لها انه كان بيتخانق مع مراته وان حياتهم ما كانتش مستقره، وبعدها قال لبنته تقف جنبه لكنها بعدت. فبتقول له علشان كده انت حسيت انك متضايق منها؟ فبيقول لها ايوه، ومسكت الحجر ورميته. ولما بتساله رميته على مين بيقول لها على الكلب، وانه حاول على قد ما يقدر يلحقها قبل ما تقع لكنه ما عرفش، وبيبقى بينهار. والدكتوره بتساله هل انت واثق ان كان في كلب اصلا؟ فبيتصدم وبتقعد تقول له انه ما كانش في كلب، وان دي مش حادثه عاديه، وان هو اللي عمل القصه دي كلها في دماغه. فبيقعد يعيط وبيبقى مش عارف يقول ايه. فبتقول انه كان متضايق من مراته وبنته وكمان من نفسه، وعشان كده مسك الطوب وضربها في بنته. ولما ماتت حس بالغضب اتجاه نفسه واللي عمله. ولما جوانا جات له طلع غضبه عليها، بمعنى انها بتتهمه انه قتل مراته وبنته. وبتقول له ان العقل ممكن يخلق واقع بديل لكنه بيبقى مزيف عشان يحمي نفسه من الصدمه. وبيفضل راي يفتكر شكل بنته لما وقعت
وبتقوله انه خسر عيلته مرة، ولما شاف اللي عمله في بنته ومراته عقله ما تقبلش الحقيقة، وبانه خسر عيلته التانية وكمان على ايده مش مجرد حادثة. وبفضل يقول انه مستحيل يعمل كده في بنته، وبتسأله عن المكان اللي خبى فيه الجثث، لكن راي ما بينطقش، وبفضل قاعد مصدوم لحد ما بيقبضوا عليه وهو مش مدي اي رد فعل. وبيشوف الكلب اللي كان خوف بنته ووقعها، وبيفتكر انه كان فعلا موجود، وانه لما رمى الطوبه كان بيحاول ينقذ بنته منه، وبيتاكد انهم هم اللي مخططين لكل ده، وان بنته ومراته لسه في المستشفى. فبيسحب المسدس من الشرطيه وبيهددهم كلهم بانه هيقتل الدكتوره، وبيقول لهم يطلعوا بره، وبيفضل ممشيهم قدامه وبيدخلهم في الباب ده. وبتقول له الدكتوره مش معنى انك شفت الكلب يبقى كل حاجه حصلت كانت حقيقيه، لكنه ما بيهتمش، وبياخد بطاقتها وبيحبسهم جوه، وبياخد عربيه الشرطه وبيروح على المستشفى، وبياخد المسدس وبينزل من العربيه وبيدخل جوه، لكنه بيقف قدام طفل رضيع، وبيفتكر حادثه مراته الاولى واللي كانت بسبب انه سايق سكران، وان مراته ماتت وهي حامل في اخر شهر، والصوت اللي كان بيقول ان مراته وبنته ماتوا كان معلق معاه من الحادثه دي، واللي كان ضرب في ودنه في حادثه بنته بيري لما وقعت. وهو في طريقه بيسحب بالطو وبيلبسه وبيعمل اكنه دكتور، وبيشوف الدكتور والممرضه اللي اتعاملوا معاه من اول ما دخل المستشفى، وهما بيركبوا الاسانسير وبينزلوا الارضي، وبيركب وراهم، لكنه بيلاقي ان نزول الدور الارضي محتاج مفتاح، وما بيبقاش عارف يعمل ايه، لحد ما باب الاسانسير بيتفتح لوحده، واللي بيلاقي ضابط الامن في وشه، فبيسحبه جوه على طول، وبيطلع مسدسه وبيهدده بيه، وبيقول انه مش عايز يأذيه، وانه عايز ينزل لمراته وبنته مش اكتر. فبيقولوا ان هو هيوصله، وانهم فعلا تحت بس ما يقتلوش، وهو بيطلع المفاتيح بيرميها وبيهجم عليه على طول، وبيوقع المسدس من ايده، وهو بيفضلوا يقطعوا في بعض لحد ما راي بيمسكه من رقبته وبيخنقه، وما بيسيبوش لحد لما بيموت في ايده، وبيدخل في الحاله اللي جات له وقت حادثه بنته، وبيبقى اتاكد خلاص انهم تحت، وبياخد المفاتيح وبينزل على طول على الدور الارضي، وبيفضل يمشي في الطرق، وبيلاقي اللعبه اللي كان الدكتور اداها لبنته، فبيجيله امل انه قرب يلاقيها، وبيطلع من العياده 2 دكاتره وبيجر عربيه في ايديهم، واللي بيلاقي مكتوب عليها اعضاء بشريه، وبيدخل عياده فيهم وبيلاقي جثتين، ولما بيكشف اول واحده منهم بيلاقي شخص ميت ومتاخد كل اعضاء، والتاني نفس الشيء. وبفتكر لما الممرضه كانت بتساله عن التبرع بالاعضاء، واللي بيخرج وبيروح وراها، واول ما بيبص على العياده اللي دخلت فيها بيلاقي دكاتره متجمعين حوالين بنته، فبيخش عليهم على طول وبيقول لهم يبعدوا عنها، وبيحاول انه يطمن عليها، وبيبقى مش مصدق نفسه، وبيلاقي مراته وهم قاعدين على كرسي متحرك ومستنيه دورها، وهو بيشيل بنته بيقول له الدكتور ان هو مشوش واللي شايفه مش حقيقي، ولما الدكتوره بتتحرك بيضرب عليها نار، واللي بتصيب انابيب الغاز دي وبتفضل تصرخ، وهو بيخرج بمراته وبنته بيهجم على دكتور وبيمسكه وبيكتفه وبيوقع المسدس منه، وبيحاول يوصلوا على قد ما يقدر وهما ماسكينه، وقبل ما يدوله حقنه بنج بيمسك مسدسه وبيضرب اللمبه دي، واللي اول ما بتعمل شراره بتمسك في الغاز، وبيحصل انفجار بيطيرهم كلهم من عليه، وبيقوم وبيخرج من الغرفه وبياخد مراته وبنته، وهو خارج بيقابل الدكتور ده، واللي بيفضل يقنعه انه مش فاهم حاجه، لكنه بيضربه بالنار في رجله، وبيكمل في طريقه وبيركب الاسانسير، وبيخرج من المستشفى وبيحطهم في العربيه، وبنته بتقوله انها خايفه، وهو بيحاول يطمنها، وبيشغل عربيته وبيمشي اخيرا، لكن ما بينتهيش الفيلم على كده، وبيطلع النهار على راي وهو لسه على الطريق، وبيطمن على مراته وبنته، واللي بتقوله بنته انه دراعها لسه وجعها، فبقولها انه هيغني لها الاغنيه اللي بتحبها علشان يهون عليها، وبيبدا يغني، ولكن بيظهر في مرايه السواق انه عمال يغني لشاب مريض، واللي بيتضح ان صاحبنا جوه الحاله، وانه خد الشاب المسكين ده وهو بيتعمل له عمليه الزايده، وعقله بيكون مهيأ له انها مراته وبنته، وبتظهر الاحداث الحقيقيه، واللي بتوضح ازاي راي كان عقله مهيأ له كل ده، وان لا كان في اعضاء بشريه ولا حاجه، والشاب اللي كان شاف متاخد اعضائه كان مجرد تهيؤات من عقله، وانها جثه شاب عامل حادثه وتوفى، وبيظهر الطريقه اللي بنته ماتت بيها بجد، وانه فعلا ما قتلهاش زي ما الدكتوره اتهمته انه حاول ينقذها، لكنه لما دخل في حاله الصدمه قتل مراته، وانه زقها ووقعت بدماغها على سيخ حديد، وان عقله خلق الاحداث دي كلها علشان يحميه من الصدمه، وبيظهر وهو بيحط جثتهم في شنطه عربيته، وكده عرفنا هما فين. ولما بنته ماتت وقتل مراته دخل في الحالة، وانه بيغمض وبيتخيل ان كل شيء بخير، ولما يفتح عينيه بتبدأ الاوهام تشتغل، وبيظهر لاخر مرة وهو بيكمل الاغنية لبنته، وبتقول له مراته يلا نروح على البيت، وبيخلص ملخصنا، واللي لو عجبك ما تنساش تدعمنا بلايك عشان نقدر نكمل ونستمر، وتشترك بالقناة لو اول مرة تتابعنا، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.